أنا سميت أنا خاطر أنا عائلة تاع خاطر أخ خاطر عقادة اللي متهم بسبب في حاسبة. وأنا نضرب لك جاونا الجلابية هنا للدار، جاونا لا سيكيوريتي تاع الأمن، تلاقوا بي أنا لو نخدم معاهم نظافة تاع بلدية النعمة، تلاقوا بي أنا قالوا لي يلا معانا مشيت معاهم المركز تاعهم. المركز تاعهم قال لي يبحثوا فيا كل شيء. من بعد كي وليت أنا للدار قلت لا سيارة فرقة أمن أنا كنت تشوف الدار وكلشي. وأنا خويا شهر ملي عمريت ونقبل لا كريز، ونطلب منها الدولة تسمح لها وصاي في الشهور وقت قبل لا كريز دايرة بصفة خطر يديرها كي يجي من عندها إيه. أنا يجي هذا قبل لا كريز هذا من الضغوطات النفسية هذه تجي قبل في الدار بغي خلص، وعنده مشاكل عائلية تاني، وما ثاني بل على روحها بالدار في 4 شهور بل على روحها بالدار ولا لا خدمة لا ولا ما عندها لا خدمة لا ولا بطال. وكان قبض رئيس فريق أنا وشبيبة نعامة، وكان مسألة في جاء المرض راهي خلط وراهي حتى جاو الدار كدا واحد داوه من عند المنزل من عند دارنا، وداروا تفتيشات هنا فرقة التحريات، داروا تفتيشات هنا في الدار عبر المنزل. داو غير لي بورطاب تاع خوتي قابلين شادين 3 خوتي فيهم عبد خاطر هذا اللي متهم، وبوبكر عزيز خاطري عزيز وخاطري بوبكر، وشادين الأب والأم وشادين الأخت. نطلب الدولة تدخل في هذا الإطار. أنا شي خويا مريض نفسيا وعقليا، هادشي واحد الحالة ما يقولش تقول الزوجة تاعها تخدم على روحها تقول بزاف عليه، بالك هاديك الضغوط.